يا صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ خلاص الصيف دخل علينا اهو، كل سنه وانتم طيبين. هنبدا بقى بحلقه الايس كريم. هبدا بالحاجه اللي كل الناس بتحبها، الايس كريم المانجا. هقول لكم مقادير كيلو مانجا هياخد ايه بالظبط عشان تعملي احلى ايس كريم. كيلو مانجا هياخد كوبايه كريم شانتيه زائد كوبايه لبن. هنحضر الكريم شانتيه كوباية على كوباية اللبن، هتضربها كويس لغاية ما تبقى كريمي كده زي ما انت شايفة كده. طبعا المانجا انا كنت عيناها في الفريزر، طلعتها وقطعتها وعملتها في الكبة اهيت، مفيش عليها ولا نقطة مية. اهم حاجة ميبقاش عليها مية خالص. الايس كريم مفيش اسهل منه. الطريقة ديت على كل لو عايز تعمل اي نوع فاكهة هتعملي بالطريقة دي. المانجا اهي هم مفضيه عليها الايس كريم اهو، شايفين الكريم شانتيه؟ شايفين قوامه؟ يبقى كيلو مانجا هياخد زي ما قلت لكم كوبايه كريم شانتيه زائد كوبايه لبن، هنحل فيها الكريم شانتيه هنعمله كريم. وهنضرب بقى باليد وكده، لو عايز تعملها في الكبه اعمليها ماشي. هنضربها كده لغايه ما كله يمتزج مع بعضه. ولما نخلص بقى هندوق هنشوف هي محتاجة نحلها ولا لا. لو محتاجة تحلها شوية هنحلها بعسل، 3 معالق عسل عادي لو انت عايزة. لو ما عندكش عسل جلوكوز حط 3 معالق، لو عندك برضو حط 2 معلقة عسل جلوكوز على حسب ما انت تدوها بقى وتشوفوا طعمها. لو حابة تعملي ايس كريم فراولة برضو هتبقى نفس الطريقة. طلعها من الفريزر على طول وتبدأي وهي ساقعة كده على طول. لو حابين اعمل لكم كل الانواع يا ريت بس الكل يشترك في القناة ويعمل لي لايك ويشارك الفيديو، وعايز تشجيع حلو منكم كده لان انتوا متشجعونيش خالص. ان شاء الله على حسب ما الاقي بقى تشجيعكم ولايكاتكم هعمل الفيديوهات التانية. بس كده هو جاهز دلوقتي. هحطه في العلبة واحطه في التلاجة لمدة 8 ساعات هشوف بس طعمه. هو كده جميل، مش محتاج ان ازوده عسل ولا حاجة. افضيه بقى في العلبة وهسيبه في الفريزر لمدة 8 ساعات، وان شاء الله لما نطلعه هوريلكوا شكله عامل ازاي. بس كده ده شكله اهو. هحطه في الفريزر 8 ساعات ولما يطلع ان شاء الله اوريلكم. استنوني.